المفروض ان انا اعمل تجربه جديده ما عملتهاش قبل كده خالص. حتى افكر انا ممكن اعمل ايه ما عملتوش قبل كده. اروح مثلا في اي حته في مصر، انا تقريبا رحت كل الحتت، بعدين مش هي حاجه جديده، ما عادي اي حد هيروح في اي حته. فما بقتش عارف اعمل ايه. اروح ادور طيب على الفرده التانيه من الشراب اللي بتضيع في الغساله، حسيتها برضه هتبقى تضييع وقت وفي الاخر مش هلاقيها. طب اعمل ايه تاني، اعمل ايه تاني؟ الصراحه قعدت افكر في نوع كونتنت انا ما عملتوش قبل كده، وكنت شايف ان انا لا يمكن هعمله، مش شايفه حاجه ممكن تفيد الناس، ولكن هو ترندي وناس كتير بتتفرج عليه. قلت طب ما اجرب. فقعدت افكر ايه اللي ممكن اجربه. لقيت ان اكتر حاجه الناس بتتفرج عليها هي تحديات الاكل. قعدت افكر بعد كده طب انا ايه اللي ممكن اعمله في تحدي الاكل ده. اكيد انا مش هجيب مثلا 18 قطعه برجر واقعد اكل فيهم، ولا هجيب مربى واكل بيها ورق عنب، ولا الكلام ده خالص. فقعدت افكر ايه اللي انا كنت ممكن فعلا نفسي اجربه. بشوف ناس كتير بتجربه وشايفاه حاجه عاديه خالص، بس انا عمري ما جربته. بس مش هنكر ان انا كان نفسي اجربه فعلا الصراحه. انا هتحدى نفسي وهعمل تحدي البيض باللبن. فخلينا نحط دي هنا. مش عارف خالص طعمه ممكن يبقى عامل ازاي، بس يعني هي تجربه وحاجه جديده فعلا ما عملتهاش قبل كده. فانا مش عارف انا بعمل في نفسي كده ليه. خلينا نجرب يعني. حسيت في العادي لما بشرب لبن بشربه من غير سكر. فدلوقتي انا هشرب لبن عادي خالص بالبيض من غير اي حاجه. مش عارف اعمل كده ولا ما اعملش كده. هو طعمه غريب بس مش وحش الصراحه يعني كاني ما ضفتش حاجه جديده للبن. مش عارف ازاي ده، بس فعلا طعمه غريب. تقريبا لو اتحط عليه سكر هيبقى طعمه حلو الصراحه يعني. مش هيبقى وحش خالص. لا انا مبسوط. مبسوط. مش ندمان خالص ولا شايفها حاجه وحشه، بالعكس. انا مش هكدب عليكم، انا كذا مره كنت بفكر ان انا اعمل كده، ولكن لا. مش معرفش، مش عايز اجرب، خايف. مع ان انا بحب اجرب حاجات جديده وبجرب على طول. معرفش ده ممكن يضرني ولا ايه اللي هيحصل لي. ما انصحكوش ان انتوا تجربوه، ولكن دي حاجه جديده انا ما جربتهاش قبل كده وحبيت تشوفوا التجربه دي معايا. سلام.